المشاعر دي والناحيه دي التكتيكيه لدى اللاعبين، وحتى الان هو ناجح، حتى الان هو ناجح وما بيتفلسفش. فاهم؟ في بعض المدربين لما كل دور يتمكن او الاداء يتحسن يدي التاتش بتاعه، هو لا، هو واقعي وفي. ايوه واقعي وعارف حدود الامكانيات السكواد اللي معاه، عشان كده هو ناجح، هو كده ناجح. نيجي بقى لهوجو بروس. ده بص، اصل انا ما بحبش، ما هو مدرب جنسيته ايه ده؟ بلجيكي. ده انتوا بلجيكا خربتوا بيت الكونغو، عملتوا مجازر وبتاع، وتيجي انت بقى عاوز تعلمنا وتقول لك ملاعب ومش ملاعب. العب بقى، ورينا في التكتيك، ورينا في اللعب. فخرج القاره الافريقيه بتاعتنا، انا بحب القاره قوي، فما فيش، مش عاوز عاد يجي يقول للقاره انتوا كنتوا فين واحنا بقيتوا فين. ما انتوا بصوا لنفسكم الاول، القاره دي ذات ارث، ذات تاريخ وذات حضاره. ده انتوا اللي خربتوا القاره، ده انتوا اللي نهبتوا القاره، ده انتوا اللي خدتوا ثورات القاره. فما تجوش بقى تيجوا للقاره بتاعتنا وعايزين تبوظوا كل حاجه. فنيجي للمستوى الرياضي، انا مبسوط بالاداء الفني لدى البطوله، لان الكبار القاره جاهزين. صحيح. والاجواء حلوه والملاعب حلوه. طالما كبار القاره جاهزين المفاجآت بتبقى قليله. صحيح، وهذا ما حدث في الدور الاول. ايوه بتبقى قليله، عشان كده المستوى الفني من افضل المستويات الفنيه لدى اخر بطولات القاره الافريقيه، لانها عندها مواهب وعندها مدربين اصحاب تاريخ كبير. حاجه تانية خاصه بالكاميرون وخاصه بالمهاجم بتاع الكاميرون كوفاني. ده موهبه ذات على الطراز الرفيع. لاعب ايه، شفت الكره الهدف الثاني، الارتقاء ايه والتوجيه ايه، لا حاجه حلوه قوي. فالحاجات الحلول الفرديه والمهارات الفرديه هي اللي بتعمل الفرق. مش تقول لي مدرب وتشيل مدرب. الكره جوده، التلت الاخير جوده، مش مدرب بس. شلت المدرب، الجوده موجوده، لا مش هتعاني. الفرقه اللي وصلت لحد الان لدور الثمانيه، نمسك السنغال، مانيه، جاكسون، اللعيبه الموجوده. تيجي لمصر فيها مرموش، فيها صلاح. تيجي المغرب دياز، الكعبي. فاللعيبه في الاخر المدرب بتاع المنتخبات هو يصلح، يحط الاطار العام، والجوده هي اللي بتعمل لك الفرق. عشان كده النهارده شفنا الكاميرون في دور الثمانيه، مع انها الاقل، بس عندها مدرب واقعي، مدرب متواضع، وعندها امكانيات فرديه، مهاجم شاب يعرف يحط كره في الشبكه. كره مش كيمياء ولا فيزياء، كره سهله سلسه بساطه. مش مدرب بس، مدرب وجوده ومنظومه عشان تنجح المدرب. مصر عندها تجربه، احسن تجربه ليها بمدرب وطني، بمعظم اللعيبه كانت من الدوري المحلي. نعم. بس عندها هويه وعندها تواضع ومفيش غرور، ومش متعالين على القاره، بل كنا بنحب القاره ونحب المشاركات في البطولات الافريقيه. كلمتك كانت كلمه الوداع وختامها مسك مثل ما نقول. كل الشكر لك كابتن محمد ابو تريكه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.